1998 بعد تعادله سلبيا مع المريخ بدون اهداف، وكسب الهلال من ركلات الترجيح البطوله. الهلال فاز بالبطوله 6 مرات، موسم 98 وموسم 2000 وموسم 2002 وموسم 2004 وموسم 2011 وموسم 2009. ومعلومه في موسم 2000 الهلال فاز على الاهلي مدني في هذه البطوله. في موسم 2000 الهلال فاز على الاهلي مدني في النهائي 3-0 حين سجل هيثم مصطفى البرنس هدف الهلال، وزولو احرز هدفين المحترف الكونغولي انذاك في الهلال هدفين. اذا الان يستأنف اللعب. كاريك الكره مبعده الى خارج الملعب لإتاحة العلاج خارج الملعب والاطمئنان على صحه اللاعب سفاري محمد علي الخضر لاعب المخضرم لاعب لمنتخبنا الوطني لاعب لفريق المريخ مبدة والمريخ والاهلي شندي. جانبيه الان الثعلب تعبت سريعا حكم الوسط عصب الله عبد الله الكشري شير الى جانبيه لمصلحه الاهلي شندي، وحكم الرايه المساعد الاول طريفي يوسف حكم كوستي شير الى مصلحه الهلال وغادي الجوله وطبعا حكم الوسط. الكره تلعب الان نزار حامد سيف مساوي تلعبت لأطهر الطاهر لعبت كرة أمامية تعود من فارس عبد الله مامون. كرة الملعوبة لكلتشي وصونوا أطهر وكلتشي مرت إلى خارج الملعب جانبية بشا سريعا تلعب الآن إلى كاريكا يلعب العكسية لمصلحة فريق الهلال والراسية مبعدة لمصلحة أهلي شندي يخلص مجاهد فاروق إرسال كرة أمامية أقرب إلى ماكسيم فوتجو حارس مرمى فريق الهلال في هذه المباراة. إذا احتياطي أهلي شندي الآن الصادق حسن برقم 4 وأديس النيتسا الأثيوبي. كرة تلعب الآن صهيب الثعلب فاصل من المراوغة يمر صهيب الثعلب يلعب كرة أمامية تجاه اللاعب عبد اللطيف بوي يخلص خطاب فيصل الكرة إلى خارج الملعب جانبية لمصلحة فريق الهلال. صهيب الثعلب دائما ما يتحدث عنه مدير الكرة السابق بوادي النيل أسهري عباس أن هذا اللاعب نجم موهوب وتوقع له أسهري مستقبل باهر قبل أن يأتي إلى الهلال، وكان في فريق وادي النيل تنبأ أسهري عباس بأن هذا اللاعب هو من طينة الكبار في كرة القدم السودانية. إذا الآن ركلة مرمى ياسون يوسف تتلعب الكرة عالية أمامية الراسية العايدة من عبد اللطيف بوي مرت الى خارج الملعب جانبيه لمصلحه الهلال. ملعوبه الكره امامنا الان الكره ملعوبه الشغيل تلعبت الكره الاماميه تجاه بشا يخلص الدفاع محمد علي سفاري الكره الاماميه ومرت الكره الى خارج الملعب. هجمه كانت في اللقطه الماضيه لمصلحه الهلال مرت الى جانبيه لمصلحه فريق الهلال. عبد اللطيف سعيد تلعبت اماميه تجاه فيصل موسى تعود مخلصه من اللاعب خطاب فيصل الى سعيد مصطفى تلعبت اماميه عمر محمود عماري بيخلص منه الشغيل بيسيطر سعيد مصطفى اقرب كانوتي خلص الى خارج الملعب جانبيه لمصلحه فريق الهلال. الرواق الايسر عبد اللطيف سعيد بوي 27 عام لبوي لاعب فريق الهلال القادم من الاهلي شندي. كرة مرت الى ماكسيم فوجو تلعبت امامية لاعب الدولي عبد اللطيف سعيد بوي تلعبت لنزار حامد امامية تجاه فيصل موسى اقرب محمد علي الخضر يخلص كرة سفاري الى خارج الملعب جانبية والكوك يقف على المنطقة الفنية منذ انطلاقة الشوط اللقاء الثاني وايضا مبارك سلمان يقف على المنطقة الفنية في الاهلي شندي. اذا جانبيه لمصلحه فريق الهلال في هذه الاثناء. كل متابعينا في كل مكان تابعين ومشاهدي قناه الخضراء واذاعه الخضراء حتى هذه اللحظه 10 دقائق مرت من شوط اللقاء الثاني والتعادل السلبي يسيطر على مجريات هذا اللقاء. كره تلعب الان لنزار حامد بيلعب لعبد اللطيف سعيد المرور لعبد اللطيف سعيد تلعبت النزار الاماميه ملعوبه داخل منطقه الجزاء ويخلص لاعب سفاري الى خارج الملعب جانبيه. الثعلب صهيب عز الدين يلعب لبوي الثعلب العكسيه قادمه الان تعمل الكره العكسيه لبشا حاول استلام بشا مرت لأطهر الطاهر تعود لمحمد احمد بشير بشا
حول التمرير الامامي، خلص الكره من مجاهد فاروق، تعود لفارس عبد الله وبشة. صراع على الكره بين الثنائي، مبعد الكره تعود لأطهر الطاهر. أطهر الطاهر اتلعبت الكره العكسيه، خطيره للثعلب، استلام للثعلب، البحث عن زميل، اتلعبت الكره التصويبه من نزار حامد، صدمت بسعيد مصطفى وعادت ملعوبه تجاه اتاك لوال. اتاك يمر يلعب لعمر محمود، لاتاك لوال، مرت الى خارج الملعب جانبيه لمصلحه فريق الهلال. جانبيه. معلومه ان والد صهيب عز الدين الثعلب ايضا كان يلعب في فريق بري. عز الدين الثعلب يلعب كان لفريق بري. الثعلب لعب لوادي النيل وبري وادي النيل، ثنائيه وقمه في دوري الدرجه الاولى العاصمي. الكره تلعب الان، عندنا اجواء المباراه. فريق الاهلي شندي خطاب فيصل، وحده الاماميه ملعوبه، خلص سيف مساوي، تعود لمصلحه الاهلي شندي، خروج لكانوتي بيخلص كوره، بيلعب لفيصل موسى، بيستلم اماميه ومخالفه لمصلحه فريق الهلال. مخالفه الان لمصلحه فريق الهلال في وسط الملعب مع فيصل موسى. تلعبت سريعا أطهر الطاهر، يلعب الكره الاماميه تجاه الثعلب، يحصل الثعلب، يلعب الكره العكسيه عالي داخل منطقه الجزاء، مرت لكاريكا، يستلم كاريكا في الجانب الاخر، كاريكا يحاول المرور، حيلعب الكره العكسيه والكره مره الى ركله ركنيه قادمه لمصلحه فريق الهلال في هذه الاثناء. ركله ركنيه قادمه لمصلحه فريق الهلال في هذه الاثناء، مدثر كاريكا على يسار حارس المرمى ياسين يوسف، وتقدم جماعي لاعبي الهلال. هل ياتي الهدف الان لفريق الهلال؟ الكره العكسيه من كاريكا والراسيه لكن مرت، هو الحارس ياسين يوسف يخلص. أطهر الطاهر يلعب لكاريكا، العكسيه والخلفيه الازدواجيه من الثعلب، كره جميله من الثعلب مرت الى خارج الملعب. الفكره حلوه ولكن التنفيذ ما كان بالطريقه المطلوبه من الثعلب نفسه، حاول يلعب كره مغصيه في المرمى، الكره مرت عاليه على مرمى الحارس ياسين يوسف. لابد من فائز في هذه المباراه، لابد من فائز في هذا اللقاء، مباراه نصف النهائي في كاس السودان، هذه البطوله التي تحمل اسم الوطن الغالي السودان. تحيه لكل مشاهدي قناه الخضراء خارج ربوع الوطن الحبيب، ولكل الذين يتابعون الان داخل السودان في هذا النقل لهذه المباراه، وهي تجربه لقناه الخضراء في الشان الرياضي وفي المباريات لقناه الخضراء. والبدايه اليوم بالاهلي شندي والهلال، وان شاء الله توفق القناه في قادم المباريات ايضا في ايصال الصوره الى كل المشاهدين. الكره تلعب الان للاهلي شندي، كلاتشي وسونوا حاول يلعب كره اماميه، يخلص كالوتي، سلام لخطاب فيصل، خطاب بيفتح لعب تجاه اللاعب سعيد مصطفى، سعيد مصطفى لعمر محمود، عمر محمود يحاول العكسيه الاماميه، مرت من كلاتشي الى خارج الملعب، ركله مرمى لمصلحه ماكسيم فوجو، ورق سلمان صفق لسعيد في اللقطه الماضيه. كالوتي لعبت الكره تجاه أطهر الطاهر في حاله انتهاء هذه المباراه بالتعادل السلبي، يحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح من علامه الجزاء. كره تلعب اماميه لمصلحه فريق الهلال، مدثر كاريكا حاول الاستلام، يخلص اللاعب مارك ابراهيم النيجيري. الكره الماضيه مرت الى أطهر الطاهر، أطهر والى جانبيه لمصلحه الاهلي شندي قادمه في هذه الاثناء، جانبيه مصلحه الاهلي شندي. جانبيه لمصلحه الاهلي شندي، لعبت سريعا، مرت لمصلحه الهلال، صهيب الثعلب، يمر الثعلب، هجمه حضر لمصلحه الهلال، لكن الرايه المرفوعه من المساعد الثاني بدر الدين، الرايه المرفوعه من المساعد الثاني بدر الدين الجاد.
ركله حره غير مباشره لمصلحه الاهلي شندي. كره تلعب الان لمصلحه الاهلي شندي. فارس عبد الله، فارس عبد الله، كره مرت لمصلحه اهلي شندي، بيتدخل نزار حامد او الشغيل يخلص الكره الى خارج الملعب. الكره الماضيه لعبت اماميه لكن الى خارج الملعب. تصويبه كانت من مارك ابراهيم النيجيري، مرت لمصلحه فريق الهلال. ركله مرمى لمكسيم فوجو، لعبت من مكسيم اماميه، خلص النيجيري مارك. فيصل موسى، العوده لأطهر الطاهر، بيستلم أطهر، مره لفيصل موسى لأطهر الطاهر، تبادل بين الثنائي، تعود الكره لسيف موساوي. نغمة التحكيم فاشل في ارضيه الملعب. طبعا دائما ما تحضر في مباريات كره القدم في مداعبه للحكام في بعض الاحيان، ولوم وستلوم وعتاب ايضا للحكم اذا اخطا في المباراه من جانب الجماهير الحاضره. لا ترضى الجماهير في فريقها طبعا. الكره الان ملعوبه لمصلحه فريق الاهلي شندي، حاول الشغيل يمر يخلص الكره الماضيه، يلعب لمساوي، اتلعبت لأطهر الطاهر، الضغط من مجاهد فاروق، أطهر يخلص الكره الماضيه الى جانبيه لمصلحه فريق الهلال. جانبيه الان الاهلي شندي يضغط في اللحظه الماضيه او اللحظات الماضيه. جانبيه الاهلي شندي، سفاري او فارس، لعبت لاتاك لوال، حاول المرور، الكره مرت من اتاك الى خارج الملعب، جانبيه لمصلحه فريق الهلال. اللقطه الماضيه جانبيه، سيف مساوي خاطئه، عمر محمود بخلص أطهر الطاهر، بيلعب لنصر الدين الشغيل، نزار حامد وسط الملعب، المرور للهلال، اتلعبت لكاريكا، بخلص مارك ابراهيم النيجيري، اقرب الى المكسيم فوجو. في هذه الاثناء يخلص كوره مكسيم فوجو، يلعب مكسيم الى أطهر الطاهر، تمرير لكاريكا، كاريكا تظهر المسانده، يلعب لفيصل موسى، فيصل موسى، فيصل موسى، فيصل موسى، تلعب الكره الان لمصلحه فريق الهلال، اماميه ملعوبه والراسيه، لكن الرايه مرفوعه من المساعد الثاني بدر الدين الجاك الحكم الغوم. ركله حره غير مباشره لمصلحه الاهلي شندي، ياسين يوسف حارس المرمى، الان وليد طاشين، وليد طاشين في المنطقه الفنيه جاني مبارك سلمان نجم الهلال السابق. وليد طاشين، كرة تلعب أمامية، خلص الدفاع الهلالي، عمر محمود، تدخل لكانوتي، مرت لسعيد مصطفى، خلصت لصهيب الثعلب، بيلعب للشغيل، شغيل سيطر على الكرة، يلعب لفيصل موسى، فيصل مرور ممتاز، اول والثاني فيصل يمر من الثنائي وتتحول لمصلحه بشه، بشه يلعب لفيصل موسى، فيصل استلام ويلعب كره اماميه، صدمت وعادت من جديد لمصلحه الاهلي شندي، صدمت وعادت كلتشو سوروا، تدخل لعبد اللطيف سعيد وجانبيه لمصلحه فريق الهلال. في هذه الاثناء 20 دقيقه من شوط اللقاء الثاني. كل متابعي قناه الخضراء وفضائيه الخضراء ومشاهدينا الكرام في كل مكان، اذاعه الخضراء لا زالت النتيجه تعادليه بدون اهداف. كاريكا يلعب كره عكسيه خاطره لمصلحه فريق الهلال، مرت الى فيصل موسى، مجاهد فاروق، مجاهد فاروق وسط الملعب، أطهر الطاهر، تمريره اتجاه نزار حامد، نزار حامد بيلعب لعبد اللطيف سعيد او الشغيل، حاول التصويب، كره مرت الى ركله مرمى، ركله مرمى في هذه الاثناء لمصلحة فريق الأهلي شندي. طبعا إذا انتهت هذه المباراة تعادل دون أهداف يحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء. هذه المباراة يراقبها فنيا عامر عثمان وإداريا أبو القاسم العوض. كرة تلعب أمامنا الآن، ملعوبة أمامية،
اطهر الطاهر وخلص الكره وسط الملعب مجاهد فاروق، ملعوبه لفيصل موسى. فيصل الاوفر الامامي تجاه بيشا، كاريكا التصويبه يا سلام، مره تتعامل فازانة غايمه. صهيب الثعلب يحاول المرور لكن بيخلص مارك النيجيري. تصويبه ممتازه من كاريكا وصد رائعه من اللاعب ياسين يوسف. حتى هذه اللحظه يقدم مباراه كبيره ياسين يوسف. مكسيم وصلت الان الكره لمكسيم، يلعب كره اماميه تجاه الثعلب. ثعلب لنزار حامد للثعلب، ينطلق الثعلب يقدم مباراه كبيره حتى هذه اللحظه. الثعلب ايضا يمر الثعلب، يلعب كره اماميه نزار حامد لكن الكره مرت عاليه على مرمى الحارس ياسين يوسف حارس مرمى الاهلي شندي في هذه الاثناء. بدات المباراه الان، الإذاعة يرتفع في ارضيه الملعب، نفتقد صوت الاهداف وهي حلاوه ومتعه كره القدم، كما الجمهور الذي هو ملح المباريات. ركله مرمى تلعب الان اماميه، ركله المرمى فارس عبد الله. فارس عبد الله كره تعود مارك ابراهيم، اتلعبت وسط الملعب، حولت لوسعه سعيد مصطفى. سعيد مصطفى يلعب لفارس عبد الله لسعيد مصطفى، يخلص نزار حامد. نزار كره الاماميه جاء فيصل موسى، تعود راسيه، خطاب فيصل، مجاهد فاروق، نديه واثاره كبيره جدا. اهلي شندي اصبح يقاسم الهلال المريخ النديه، لانه هذا الموسم فاز على المريخ في الممتاز بهدف، وتعادل مع الهلال في الممتاز في المباراتين تعادل بدون اهداف. امام مباراه للمريخ ايضا مؤجل في الممتاز. كره تلعب الان لمصلحه فريق الهلال، جاء نزار حامد. نزار حاول يحصل نزار، الكره مرت الى خارج الملعب. الان نيلسون لازقله، نيلسون لازقله في صفوف الهلال تاهل للمشاركه. نيلسون لازقله في الهلال يتاهل للمشاركه. تبديل ياتي امامنا الان، فيصل موسى يغادر ارضيه الملعب. نيلسون الغاني نيلسون لازقله برقم 2 داخل ارضيه الملعب. ونادر الطيب يستعد للمشاركه من فريق الاهلي الشندي ايضا في اللحظات الغاليه. تبديلين للهلال مقابل تبديل الاهلي الشندي. الكره تلعب فارس، العوده لمحمد علي الخضر. سفاري تلعبت الكره الاماميه، جاء اتاك لوال، سيف مساوي واتاك، كعبيه خلفيه من اتاك مجاهد فاروق، عمر محمود، خطاب فيصل، اتاك لوال، لا زالت غايمه، خلص الشغيل المهاره الشغيل، يلعب لبشه، بشه ينطلق وسط الملعب البحث عن زميل، يلعب لنزار حامد. نزار حامد يمر لبشه يحاول الاستلام ويخلص منه مارك ابراهيم النيجيري. الكره الماضيه مارك ابراهيم الغصير، مارك ابراهيم، تمريره لمارك ابراهيم من عمر محمود، حاول المرور معه نيلسون لازقله. اللقطه الماضيه نيلسون الغاني ومارك، والكره مخالفه لمصلحه فريق الهلال. الان مصلحه فريق الهلال، مخالفه 25 دقيقه تمضي من مجريات شوط اللقاء الثاني في ارضيه الملعب. الهلال يستضيف الاهلي شندي في نصف نهائي كاس السودان. لعبت الكره لسيف مساوي، نزار حامد، اطهر الطاهر، كره ملعوبه لسيف مساوي. هلال طبعا مشوار في كاس السودان، فوز على امل عبره بهدفين مقابل هدف، وفاز على النسور برباعيه نظيفه. والاهلي شندي الجانب الاخر فاز على بطل الضعين وعلى مريخ كوسي بهدفين دون مقابل. مجاهد فاروق وعماري حرزا اهداف. الاهلي الشندي خروج الان لكلتشي وسورها، ودخول لنادر الطيب. نادر الطيب خروج
كلاتشي وسونا في ارضيه الملعب. كرة لعبت نيسو لازقلة، مخالفة. هذا الحكم كما ذكرت معلومة انه حكم 29 مباراة في الدوري الممتاز، في الدورة الأولى والدورة الثانية، لم يخرج سوى 4 بطاقات، واحدة حمراء و3 بطاقات صفراء في أرضية الملعب. وحتى هذه اللحظة في هذه المباراة لم يخرج أي كرت في هذه اللقاء. كرة ملعوبة نادر الطيب، مساوي طريقة جميلة تخلص وبيلعب للشغيل أمامية لنزار حامد. تعود الكرة ملعوبة لكانوتي، يمر لبشة، يحاول المرور بشة، يمر من مارك إبراهيم. بشة ينطلق، تظهر المساند يلعب كرة لكن أقرب لنزار حامد. لعبت لنيلسون لازقلة، فكر في التصويب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نيلسون لازقلة والتصويبة القوية الآن تأتي أمام تصويبة نيلسون لازقلة مرت إلى خارج أرضية الملعب. سقط ياسين يوسف في اللقطة الماضية في أرضية الملعب، يعاني من إصابة، حاول أن يلامس الكرة ياسين، فشلت كل محاولات ياسين، ومرت الكرة التصويبة في اللقطة الماضية إلى خارج أرضية الملعب من نيلسون لازقلة. هو سلاح التصويب من خارج المنطقة، فشلت كل المحاولات على الوصول إلى مرمى الحارس ياسين يوسف، والآن أصبح سلاح التصويب من خارج المنطقة هو السلاح الوحيد لفك شفرة دفاعات الأهلي الشندي. وأيضا الأهلي الشندي سيحاول التصويب في مرمى مكسيم. الكل يريد في هذه المباراة، الأهلي يريد والهلال يريد في هذا اللقاء. إذن الهلال يريد والأهلي يريد، والله يفعل ما يريد في هذه المباراة. سنرى وسننتظر ما سيجري في أرضية الملعب. تصويبة كانت ممتازة من نيلسون لازقلة، والإعادة ستكون حاضرة بإذن الله تعالى مع المخرج الجميل محمد سليمان لتصويبة نيلسون لازقلة، وهي أيقونة شوط اللقاء الثاني بكل تأكيد. هذه التصويبة التي أوقفت قلوب جماهير الهلال في اللقطة الماضية. يأتي الأهلي الشندي بأكمل إجراء عملية الإحماء في هذه الأثناء. صوت الحارس ياسين يوسف بالسلامة إن شاء الله. الهلال والأهلي الشندي التقوا في 4 لقاءات سابقة بين الفريقين في كأس السودان، لم يستطع الأهلي الشندي الفوز على الهلال ولا في مباراة وحيدة في كأس السودان. فاز الهلال في 4 لقاءات 2009 4-0 سولي شريف، حمودة بشير، سادومبا، وفي لقاء العودة هيثم مصطفى وسادومبا. وفي 2013 الهلال فاز على الأهلي الشندي بهدفين في الذهاب وهدفين في الإياب. الدليل واضحة لفريق الهلال في كأس السودان على الأهلي الشندي. الهلال والأهلي الشندي التقيا في 16 مواجهة، 10 مواجهات في الدوري، 4 في الكاس، 2 أفريقية. الاثنين الأفريقية فاز فيهم الهلال. تفوق أيضا واضح على الأهلي الشندي على الهلال، تفوق واضح للهلال على الأهلي الشندي في المباريات الأفريقية، فاز في المباراتين الأفريقية التي جمعت الهلال بالأهلي الشندي. وفي الدوري 10 لقاءات جمعت الفريقين، فاز الهلال في 3 لقاءات والأهلي الشندي في 4 وتعادل في 7 في 3 لقاءات. عدل في 4 لقاءات وفاز الهلال في 3 والأهلي الشندي في 4. تفوق للأهلي الشندي في الدوري، بينما في الكاس في الجانب الآخر تفوق للهلال في الكاس ب4 مباريات نظيفة كان الفوز فيهم من صالح الهلال على الأهلي الشندي. هذه هي المواجهة رقم 17. من ينجح في بعد الآخر من نصف نهائي كأس السودان. الكرة تلعب على نزار حامد، الراسية تعود لسعيد مصطفى، بخلص فيصل أو عبد اللطيف سعيد. لعبت الكرة مركزية غرابة تجمع عبد اللطيف سعيد وفارس عبد الله مامون في أرضية الملعب. 30 دقيقة، نصف الساعة من شوط اللقاء الثاني في مباراة نصف نهائي كأس السودان على ملعب استاد الهلال. الهلال يستضيف الأهلي الشندي في هذه المباراة. نصف ساعة مرت. كل متابعي ومشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي قناة الخضراء،
وايضا راديو الخضراء 88.6 وفضائية الخضراء التي تنقل هذه المباراة على الهواء مباشرة. حتى هذه اللحظة التعادل بدون أهداف كما تتابعون أمامكم في الصورة الواضحة. إذن كرة مرت لسفاري، خلص كرة لمجاهد فاروق، مجاهد فاروق إرسال أمامي، تعود راسية من سيف مساوي، اتلعبت الأمامية أقرب إلى ياسين يوسف حارس المرمى، خلص الكرة الماضية لمصلحة فريق الأهلي شندي. كرة اتلعبت عالية، حاول عبد اللطيف سعيد اتاك لوال، خلص الشغيل، بحث عن زميله، التمرير لنزار حامد، نزار يستلم، نزار يبحث عن التمرير الاماميه الى كاريكا لكن اقرب الى الكره الحارس ياسين يوسف. ياسين يوسف يخلص الكره الماضيه لمصلحه فريق الاهلي شندي، خاطر لمصلحه فريق الهلال، والكره الماضيه مرت الى خارج الملعب. هنالك لاعب ساقط على ارضيه الملعب صويب الثعلب، كرة مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة فريق الأهلي شندي. ياسين يوسف حارس المرمى على تنفيذ ركلة المرمى بعد شوط المباراة الثاني. تواصل أيضا السيد التحليلي معكم زميلي عبد الله شرقاوي في الاستوديو، وايضا كباتن الريشه واسماعيل عطا المنع. الكره مرت الى خارج الملعب جانبيه الان لمصلحه فريق الاهلي شندي في هذه اللحظات. مارك ابراهيم النيجيري على تنفيذ الجانبيه، جانبيه مارك يلعب الكره الاماميه تجاه اتاك لوال، كانوا تو اتاك ومرت الى خارج الملعب جانبيه لمصلحه فريق الهلال. عبد اللطيف سعيد على تنفيذ الجانبيه، مبارك سلمان حتى هذه اللحظه في شوط المدربين تكافؤ بينهم مبارك والكوكي. شباك عصيه على الفريقين، نحتاج هدف في هذا اللقاء لتستمر المتعه والاثاره. الكره ملعوبه الان، فارس عبد الله يحاول العكسيه، مرت الى ركله ركنيه غادمه لمصلحة فريق الأهلي الشندي. ركلة ركنية تأتي الآن لمصلحة فريق الأهلي الشندي على يمين الحارس مكسيم فوتجو. مكسيم فوتجو حارس مرمى الهلال، اتلعبت سريعا عماري، اتلعبت العكسية خطيرة راسية لعبد اللطيف سعيد، تعود نادر الطيب، سعيد مصطفى بخلص نصر الدين الشغيل، اتلعبت الكرة الأمامية لكاريكا، الهجمة المرتدة كونتر اتاك الآن، كاريكا اتلعبت الأمامية تجاه بشة، بشة أسرع، استلم بشة، تصيبه، يا سلام يا سلام يا سلام، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كاريكا يلعب، بشة يدون في هذه اللحظات في الدقيقة 35، في الدقيقة 35 بشة يدون الهدف الأول لمصلحة فريق الهلال، يأتي بهدف الآن بعد طول انتظار. كرة كاريكا لعب لبشة، بشة أخذ الكرة يسرى، تصويبة في المرمى، هدف أول لمصلحة فريق الهلال في اللقطة الماضية. إذا هدف لمصلحة فريق الهلال يأتي الآن من اللاعب بشة، بشة دقيقة 35 من هجمة مرتدة يأتي بهدف المباراة، وسنشاهد في الإعادة الهدف من جديد في مرمى الحارس ياسين يوسف. هدف أول يأتي لمصلحة فريق الهلال في هذه المباراة. محمد أحمد بشير بشة يحرز الهدف في الدقيقة 35 من شوط اللقاء الثاني في هذه اللحظات. إذن في شوط المدربين كما ذكرت إذا كانت عصية كوكي الآن ينجح على مبارك سلمان، تنظر ونرى ما تبقى من الوقت، هل يعود الأهلي شندي إلى أجواء اللقاء من جديد أم هنالك كلمة للهلال في هذا اللقاء. كرة لعبت أمامية خلصها طاهر الطاهر، لعبت لنيلسون لازقلة، جاء صايب الثعلب ونور الثعلب حاز عن زميل صايب عز الدين ويلعب لكاريكا لصايب خطيرة، والحارس ياسين ممتاز، الردة كانت ممتازة لياسين
واللقطه رائعه من صايب السعله. ممتازه كانت لياسين في اللقطه الماضيه. لعبت الكره تخلصت الى خارج الملعب. ناصر الطاهر جانبيه لمصلحه فريق الاهلي الشندي. فارس عبد الله لعبت الجانبيه لمجاهد فاروق. فارس عبد الله شريف او عبد الباسط الشريف نجم هلال الفاخر السابق. لعبت كره اماميه مرت الى خارج الملعب جانبيه في كاس السودان. لم يحدث انفاق الهلال على الاهلي الشندي بهدف. اقل نتيجه كانت هدفين دون مقابل للهلال على الاهلي الشندي. الكره مرت الى خارج الملعب الى جانبيه. اول هدف لبشه على غلاف الخضراء وهي في المباراه مباشره. مباراه للتاريخ ومباراه للذكر بكل تاكيد. الان جانبيه عبد اللطيف سعيد على تنفيذ الجانبيه اتلعبت لمصلحه الهلال. خطاب فيصل والمخالفه لمصلحه فريق الهلال اللقطه الماضيه. مخالفه لمصلحه فريق الهلال. كاريكا على تنفيذ المخالفه. الان كاريكا والجماهير اللي بدات تشجع في ارضيه الملعب في هذه الاثناء. هذه طبعا الاهلي الشندي قدم خدمه كبيره جدا للهلال وهو مواجه في مباراه اتحاد العاصمه الجزائري في هذا الملعب في نصف نهائي بطولة افريقيا في رابع ايام عيد الاضحى المبارك. الهلال امام اتحاد العاصمه في هذا الملعب وان شاء الله تكون النتيجه في صالح فريق الهلال. الاهلي الشندي بكل تاكيد قدم مباراه كبيره حتى هذه اللحظه وخدمه كبيره جدا لفريق الهلال ولنبيل الكوكي. يسعدنا المباراه هذه المباراه فيها كثيرا في نصف نهائي كاس السودان. الكره الان ركله مرمى لياسين يوسف. لعبت كره اماميه نيلسون لاسقلي حول الراسيه. تاكلوال مرة سيف مساوي يلعب لأطهر الطاهر. عمر محمود عماري لعبت لأتاكلوال. اقرب مساوي يخلص الكره الماضيه. عوده الى ماكسيم فوجو. لعبت كره اماميه ماكسيم فوجو. ملعوبه الاماميه لمصلحه فريق الهلال. ماكسيم خلص الكره الماضيه. يلعب في 40 دقيقه 5 دقائق فقط تفصلنا عن الزمن الرسمي لهذه المباراه. لعبت الكره خطاب فيصل. اللاعبين الارتكاز في الاهلي الشندي محمد علي سفاري مجاهد فاروق ايضا لاعب صاحب مجهود وافر في وسط الملعب بالنسبه للاهلي الشندي. كره مخلصه الان. مارك ابراهيم النيجيري بيلعب كره عكسيه. كانوتي خلص الكره الماضيه بيلعب لعبد اللطيف سعيد. مباراه كبيره لكانوتي في هذا اللقاء. تزعل استحسان والتصفيق في ارضيه الملعب من الجمهور الحاضر في هذه المباراه. كره تلعب فارس عبد الله. يمر فارس عبد الله من الاول ومن الثاني. مرور لفارس عبد الله. نيلسون لاسقلة. فارس يمر. فارس استعمل السرعه يلعب لأتاكلوال. عمر محمود عماري استلام لكن كانوتي يخلص الكره بامتياز. تمريره يا كاريكا اللي بتخلص وضغط على كاريكا. مخالفه بصافره حكم اللقاء الحكم الدولي حسين حسب الله عبد الله كشري من مواليد دنقله في عام 79 حكم من ربك وهو رئيس لجنه الحكام بربك. كشري الان تبديل مؤيد خالد بديل لسعيد مصطفى. مؤيد خالد بديل لسعيد مصطفى بالرقم 19. مؤيد خالد في ارضيه الملعب الان. اخر اوراق الاهلي الشندي في هذه المباراه. نادر الطيب بديل لكرتشي. سعيد مصطفى خرج ودخل مهند خالد وايضا خروج كان لمحمد كوكو دخول لاتاكلوال. كره ملعوبه الان. بشه في انطلاق امامنا الان ياتي بشه محاوله عكسيه. يمر بشه يحاول المرور والكره مرت الى ركله ركنيه قادمه لمصلحه فريق الهلال على يسار الحارس ياسين يوسف. ركله ركنيه الان مصلحه ياسين يوسف. الركنيه الان كاريكا على تنفيذ الركله الركنيه.
بطولات المنافسة بالنسبة لكأس السودان كانت في العام 1990. ذلك العام لم تشارك أندية الخرطوم وبو السودان، وفاز بهذه البطولة اتحاد المدني في المباراة الختامية مع مريخ الحصاحيصة بهدفين مقابل هدف، والمباراة الأولى انتهت تفوق الاتحاد بهدف دون مقابل. الكرة الآن تلعب، هلال فاز بهذه البطولة في 6 مناسبات. هذه هي النسخة 22 لبطولة كأس السودان، ولا بد أن تكون لهذه البطولة قوانين، وأيضا أن يهتم اتحاد الكرة بهذه البطولة في قادم السنوات. تكون هي البطولة، نعم هي البطولة الثانية بعد الدوري، لكن لا بد أن تكون هذه البطولة هي تحمل اسم السودان، يعني تفتقد الكثير حقيقة بطولة كأس السودان، وتعاني الإهمال حقيقة من جانب الاتحاد. لأن الكرة تلعب الآن، بيخلص كانوتيه في اللقطة الماضية، نيلسون لازقلة استلم نيلسون لازقلة بيلعب لأطهر الطاهر. أطهر الطاهر الكرة الملعوبة الأمامية تجاه بشة ومارك إبراهيم. بشة يحاول استلام الكرة، يخلص مارك إبراهيم النيجيري. الكرة الماضية تتلعب أمامية، ناصر الدين الشغيل بخلص الكرة وبيلعب وصهيب الثعلب. صهيب يستلم وبيلعب كرة، لكن مرت خطيرة على مرمى الأهلي الشندي. فكرة جميلة ولعبة ممتازة وفكرة رائعة لصهيب الثعلب، حاول يضع الكرة في المرمى بيمناه. الكرة مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة الأهلي الشندي. كرة تلعب الآن، أتاك لوالي حاول استلام مع نيلسون لازقلة. خطاب فيصل استلام مع الدوران لخطاب، 25 عام لخطاب فيصل لاعب الأهلي الشندي. أتاك لوال بيستلم لاعب جنوب السودان، احترف زول الأهلي الشندي. كرة مرت إلى خارج الملعب، وهي خالد أيضا من أنيس لاعب الأهلي الشندي في وسط الملعب. كرة الآن تلعب خطيرة لمصلحة الأهلي الشندي، ملعوبة أمامية تجاه النادر الطيب. سيف مساوي خلص الكرة الماضية إلى جانبية، سيف مساوي إلى جانبية. سرارة كم سيضيف حكم اللقاء حسب الله، وقت مبدد لشوط اللقاء الثاني. كرة تلعب الآن خطيرة لمصلحة الأهلي الشندي. عماري يحاول، عماري ينتظر المساندة. عماري 44 دقيقة نلعب في آخر دقيقة الزمن الرسمي. فارس عبد الله يلعب كرة عكسية، لكن مرت إلى خارج الملعب، ركنية عكسية كانت خطيرة لمصلحة الأهلي الشندي، مرت إلى ركلة ركنية غالبا الآن لمصلحة الأهلي الشندي على يسار يمين الحارس مكسيم. اتلعبت سريعا، عماري عمر محمود، العودة ملعوبة لمجاهد فاروق، يضغط صهيب الثعلب، خلص صهيب الثعلب بيلعب كرة أمامية إلى خارج الملعب جانبية. 45 دقيقة اكتملت تماما الآن، 45 دقيقة نلعب في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي. كرة تلعب لمؤيد خالد، بيلعب لأتاك لوال، وكانوتي يخلص كرة أمامية إلى خارج الملعب، ركلة أو جانبية لمصلحة فريق الأهلي الشندي. لعبت لأتاك لوال مع عبد اللطيف سعيد، بتخلص عبد اللطيف بوي، بيلعب تمريرة أمامية خاطئة، يستلم خطاب فيصل، يمرر للاعب عبد الباسط الشريف. أتاك لوال مع نيلسون لازقلة، يحاول مرور أتاك لوال وبيخلص عبد اللطيف سعيد، بيلعب لكاريكا. الكونتر اتاك الآن لمصلحة فريق الهلال. كاريكا لعبت الكرة الأمامية، لكن أقرب لياسين يوسف حارس مرمى فريق الأهلي الشندي. ومعتصم إيكو يستعد للمشاركة، معتصم عبد القادر يستعد للمشاركة في هذه الأثناء. 3 دقائق وقت مبدد لشوط اللقاء الثاني. كرة لعب العكسية عالية تجاه نادر الطيب، خلصتها الطاهر. كرة تجاه مجاهد فاروق عايدة لمصلحة الأهلي الشندي. خطاب فيصل بعود لمؤيد خالد، ضغط للأهلي الشندي في هذه اللحظات. فارس عبد الله، خطاب فيصل بيلعب لمالك إبراهيم النيجيري، عكسية تأتي الآن الراسية من عبد اللطيف سعيد لكاريكا وسط الملعب. بشا العودة للثعلب، صهيب الثعلب، استلم صهيب الثعلب وسط الملعب. الثعلب يعود للشغيل، خلصت من فارس عبد الله الى خارج الملعب جانبيه لمصلحه فريق الهلال. ومعتصم عبد القادر ايكو يستعد للمشاركه
في صفوف الهلال في هذه اللحظات. من سيخرج؟ محمد أحمد بشير بشة صاحب الهدف، ونتابع الآن إعادة لقطة الهدف لمحمد أحمد بشير بشة. لقطة الهدف الآن لبشة من مخرجنا الجليل محمد سليمان اللي أحرز بالدقيقة 35 من شوط اللقاء الثاني. بشة الآن يغادر صاحب الهدف، تمريرات من كاريكا، وبشة وضع الكرة في المرمى، هدف لمصلحة فريق الهلال. معتصم إيكو معتصم عبد القادر بديل لبشة بالرقم 24 في أرضية الملعب. دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية هذه المباراة. كرة تلعب لعبد اللطيف سعيد، تمرير لمعتصم عبد القادر، معتصم اتلعبت لنزار حامد، نزار حامد يستلم نزار بيلعب لمعتصم عبد القادر، بمر داخل منطقة الجزاء، والكرة مرت إلى ركلة ركنية. ركنية قادمة الآن فريق الهلال، مدثر كاريكا على تنفيذ الركنية. لعب في آخر دقيقة من هذه المباراة من الوقت المبدد 3 دقائق لحكم اللقاء حسب الله حسين حسب الله عبد الله كشري. الكرة اتلعبت من كاريكا، الكرة الملعوبة لمصلحة فريق الهلال كاريكا إلى خارج الملعب جانبية. كل مشاهدي قناة الخضراء وفضائية بداية الخضراء وأيضا الراديو الخضراء 88.6 في هذه الأثناء. كرة لمصلحة فريق الهلال، حديث الحكم يأمر بتنفيذ الكرة. كاريكا تلعبت الكرة الآن، كاريكا بيلعب لصهيب الثعلب، صهيب الثعلب عند كاريكا، والكرة مرت إلى خارج الملعب إلى جانبية الآن لمصلحة فريق الهلال. كاريكا بيلعب نصر الدين الشغيل، حاولت لمصلحة الأهلي شندي، هجمة مرتدة الآن، أتاك لوال بيخلص كانوتي، الكرة الماضية بيلعب لنيسو لازقلة، نيسو لكانوتي بيتخلص من اللاعب الثاني وبيلعب وسط الملعب لنزار حامد، نزار حامد تمرير لأثر الطاهر. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم حسين حسب الله عبد الله كشري عن نهاية مباراة الهلال والأهلي شندي بفوز الهلال بهدف اللاعب بشة في الدقيقة 35، ومباشرة الهلال يتأهل إلى المباراة النهائية، يضرب موعدا وينتظر الفائز من مباراة المريخ والخرطوم الوطني.